لا شك أن تغيير المكان عامل أساسي لرفع الروح المعنوية للاعبي أي رياضة من الرياضات. وعن الكاراتيه، لجنة الفريق القومي المكونة من العميد نادر شريف وقيس مصطفى والعميد سامي سراج والعميد زين أحمد عملت عدة رحلات للفريق القومي. رحنا الإسماعيلية والنهارده في الإسكندرية. بنعمل برنامج ترفيهي وبرنامج تدريبي. احنا دلوقتي وصلنا لنهاية فترة التدريب اللي ابتدت من نهاية بطولة العالم من 3 سنوات سنة 80، وكوننا فريقين، فريق قومي ألف وفريق قومي ب. صفينا الفريقين على 40 لاعب. بعد كده ابتدى الحمل بالتدريج إلى أن وصلنا عليه الآن. الحمل دلوقتي في نهايته لأن بطولة العالم على الأبواب. التدريب بيبقى مرة واحدة في اليوم. بنحاول نديهم جرعة من البرامج الترفيهية، بيروحوا مسرح، بيروحوا أو السينما، أو زي ما حضراتكم شايفين بيروحوا اسكندرية. التمرين اللي قصادنا دلوقتي ده تمرين سويدي، لياقة بدنية. واللياقة البدنية أو التسخين أو التحمية عامل أساسي للاعب الكاراتيه، زي ما هو عامل أساسي في أي رياضة، بالذات يعني بيظهر في رياضات الجمباز والباليه والكاراتيه علشان بيحركوا مفاصلهم كتير. فلازم لعيب الكاراتيه بيبتدي يسخن جسمه من صباع رجله اللي في الارض الى رقبته فوق. كل عضله في الجسم لازم تتسخن كويس قبل ما يبتدي، لان زي ما حضراتكم شايفين ان لاعب الكاراتيه بيحرك جميع عضلات جسمه في اي ضربه بالايد او بالرجلين. المنتخب المصري بدأ استعداداته منذ مدة زي ما قلت لحضراتكم بالتدريج. ابتدينا على 3 فترات، فترة سنة 80 والفترة الثانية سنة 81 والفترة النهائية كانت السنة دي بعد بطولة الجمهورية للكاراتيه. واخترنا منهم 8 الأوائل في الكاتا و8 الأوائل في الكوميتيه و8 أنسات هم الفريق القومي. البطولة ان شاء الله هتكون في 6 مسابقات. هنشترك في جميع المسابقات ال6 اللي هم كاتا جماعي انسات وكاتا فردي انسات وجماعي وفردي كاتا وكوميتيه رجال. نرجع تاني للرسم البياني للتدريب اللي احنا دلوقتي في اخر درجات. التدريب دلوقتي بيبقى تدريب تخصصي، كل لاعب في رياضته. بالنسبة للكاتا بيلعب كاتا فقط، بالنسبة للكوميتيه بيلعب كوميتيه فقط. زي ما حضراتكم شايفين ان ضربة من ضربات الكاراتيه اللي شايفينها بيحرك فيها جميع عضلات جسمه، فبتحتاج الى قوة خارقة من اللاعب ومجهود، لان فيها قوة زائد سرعة. الضربة السليمة اللي قدام حضراتكم دي لازم تتكون من قوة زائد سرعة. الفريق القومي بقاله من يوم 15 في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لغاية انتهاء البطولة. كانت تدريباته 3 مرات في اليوم، ابتدينا نقللها إلى تمرينين. فتمرين المفروض ان اي لعيب ينزل بطولة زي بطولة العالم اللي احنا نشارك فيها بيكون في كامل لياقته البدنية ويكون جسمه مستريح. الفريق القومي للكاراتيه زي ما شايفين حضراتكم في تدريباته على البلاج في ضربة مايجري اللي هي الرفصة الأمامية، وضربتين في الوجه لما بالياباني يعني جاكوزوكي كيزامي زوكي. التمارين دي بتساعد على لاعب الكوميتيه والكاتا على رفع مستواه في اللياقة البدنية. الكومبينيشن اللي احنا شايفينه ده كومبينيشن يعتبر للاعب الكاراتيه كومبينيشن مستوى عالي. التدريبات قعدت مستمرة يوميا لعدة مرات. شايفين جاكوزوكي اوزوكي من لاعبي الفريق القومي، ذهاب واياب 5 خطوات يعني جو بون 5 خطوات. ودي يعني بتحتاج من اللاعب لنفس طويل ولياقة بدنية وقوة وسرعة. التمرين في الرملة مفيد جدا، الجري او التمرين في الرملة
لما نلمسه في طوكيو في اليابان سنة 77. بطولة العالم الثالثة أقيمت في بريمن في ألمانيا الغربية سنة 80، ومصر حصلت فيها لأول مرة على مركز متقدم، حيث حصلت مصر على المركز الرابع. ومنذ العودة من بريمن بدأ الاتحاد التدريب استعدادا لبطولة العالم الرابعة التي أقيمت في مصر في نوفمبر 83، وحصلت فيها مصر على المركز الثاني. ده بيدي الاتحاد المصري للكاراتيه التزام وعبء، او بيحمله التزام وعبء للاشتراك في بطولة العالم الخامسة، والتي ستقام في نهاية هذا الصيف في مدينة فانكوفر بكندا. في بيدي الاتحاد التزام بانه ضروري يستمر في انتصاراته، وضروري يحقق مركز متقدم في بطولة العالم الخامسة. الاتحاد مشكل الان فريق قومي قوي، والفريق القومي القوي للاتحاد هيبتدي تدريبه من الان استعدادا للتنفيذ المرحلة الاخيرة من البطولة. والاتحاد بيأمل ان شاء الله يحصل على مركز متقدم في هذه البطولة. الان بتقام بطولة السلام في اسكندرية، ولجنة الفريق القومي بالكامل موجودة هنا في اسكندرية علشان لو وجدت عناصر جديدة تظهر في هذه البطولة تضيفها لهذا المنتخب. وبنأمل ان شاء الله الفوز بأحد المراكز المتقدمة. وشكرا. على 15 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. كان في استقبال الفريق لدى عودته أمس إلى مطار القاهرة الدولي الكيميائي عبد الهادي قنديل وزير البترول ورئيس اتحاد الكاراتيه، الذي هنأ أعضاء الفريق على ما حققوه من فوز كبير لمصر. وكان الاتحاد العربي للكاراتيه قد قرر عودة مصر إلى الاتحاد، ومثل مصر في هذا الاجتماع نادر شريف عضو الاتحاد الدولي الأفريقي، ورأس اللواء عبد الكريم نافع البعثة التي ضمت محمد نبيل مصطفى وقيس مصطفى والمدرب الياباني أوكوموتو. وصرح اللواء عبد الكريم ونادر شريف بالتصريح التالي: الحمد لله رب العالمين، ربنا نصرنا نصر الحقيقة يعني مؤزر والفضل لله. خدنا 15 ميدالية ذهبية، 7 ميداليات ذهبية علشان المركز الأول للكوميتيه الجماعي، و3 ميداليات ذهبية أيضا عشان المركز الأول للكاتا الجماعي.